خلينا نقول ان النهارده نادي الزمالك عمل اكبر صفقة جماهيرية بيستناها الجمهور المصري بمختلف انتماءاته عشان يشوفوا الصفقة دي في الانتقالات القادمة. طب ايه الصفقة اللي الزمالك دي اشتراها؟ الصفقة دي هي لاعب سابق في الدوري المصري، كان موجود في الدوري المصري. اللاعب ده موجود من أصول عربية، اللاعب ده كل الجماهير كانت طالباه عشان حابينه. الراجل ده كان من نص فرصة كان ممكن يخلص لك الماتش. أي نعم كان بيجيب ماتشات مش أحسن حاجة، لكن هو أحسن صفقة موجودة دخلت الدوري المصري. أي نعم مش هي أحسن صفقة، لكن من أحسن صفقة. خلينا نقول هو من الصفقة دي هي أشرف بن شرقي. قمنا الصبح على ترانسفير ماركت بنبص لقينا أشرف بن شرقي سهم الزمالك عليه وصل ل 85%. مقابل إن النسبة بتاعت الزمالك خلاص، يعني 85% يعتبر كل حاجة خلصانة. الراجل حتى مشي من الريان القطري، يعني راجل كان مقدم موسم رائع، وصل لعب 19 ماتش، جاب 11 جول و4 اسيست، يعني حاجة جميلة جدا. الزمالك محتاج الصفقة دي. انت عندك شلبي وعندك مضايق، الناس دي كلها عاملة موسم زي الزفت. مش حد عندك في الحتة الهجوم غير ناصر ماهر، عبد الله السعيد، وزيزو اللي عاملين الشغل كله. اتمنى الزمالك يخلص الصفقة دي، لان مصر كلها محتاجة الصفقة دي عشان بيحبوا اشرف بن شرقي.